مساء الخير على متابعينا، حلقة جديدة من برنامجكم أنا والأفوكادو. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم بيوت كتير جدا: جريمة التهديد. جريمة التهديد هي عبارة عن إيه في القانون المصري؟ إيه هي الأخطاء اللي بيقع فيها المجني عليه؟ طب إزاي يثبت إن أنا وقعت أو تعرضت للتهديد؟ طب إيه عقوبتها في القانون؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية في بداية الحلقة حابب أرحب بسيادة المستشار توفيق أشرف المحامي. أهلا وسهلا أنا بحضرتك. حضرتك ليك. الله يخليك، نورتنا يا فندم. نور بيك يا فندم. في البداية يا سيادة المستشار كنت حابب أسأل حضرتك، يعني إيه جريمة التهديد في القانون المصري؟ جريمة التهديد في القانون المصري هي طلب أو ترويع المواطن أو تخويفه من شيء معين لحصول طلب معين غير مشروع للكسب بدون مشروع. تمام. هل التهديد لازم يكون بسلاح أو بالضرب ولا ممكن بالكلم فقط؟ لا، التهديد ممكن يكون كتابيا، ورقة، اتفاق. التهديد ممكن يكون لفظيا، لفظي كلام. وبالإشارة. بالإشارة. بالإشارة هددك إشارة لفظيا. يعني معنى كده يا سيادة المستشار إن رسائل الواتس أو الفيسبوك ده يعتبر دليل طبعا إن ده تواصلت، أنت شفت وأنا شفت، أنا علمت بكلامي وأنت علمت بكلامك، وهي حاجة طالعة معاه مستند، معاه إثبات. حاجه طالعه بشخصك بالحريه. محدش وصلك حاجه ان رسائل الكترونيه رسائل انا وانت إلكترونية بنراسل بعض. حتى لو حذفها. هو دي حذفها بيبقى عيب في المواطن مش في التهديد، اما للتهديد المهدد طبعا حتى لو حذفها حتى لو بيبقى حذفها عندنا. نقدر يجيب. طب ايه عقوبة التهديد في القانون المصري؟ العقوبه بتختلف لجزئين: هل هو التهديد مصطحب بطلب او بمنفعه؟ اذا كان مصطحب بطلب او منفعه، هنا المشرع بيشدد على الحكم فبيخليه جنايه تبدا من 3 سنين ل 15 سنه مشدد. عايزين نقول لمشاهدينا يعني ايه طلب او منفعة؟ طلب او منفعه ان انا هاخدك تشهد معايا مثلا ان الارض دي قطعه ارض يعني حطيت عاوز فلوس حاجة عليها، منك قصدك. هي دي بتاعتي، انا واخدك معايا تشهد، ولو انت ما جيتش فانا هعمل معاك كذا وكذا. تمام. اما من غير طلب لو التهديد العادي، ما تروحش، ما تنزلش، اللي طب هو ترويع عموما. اديني فلوس، اعمل لك كذا حاجات كده من غير طلب. ودي لو بدون طلب او تهديد عامه يعني، ده بيكون جنحه، وبتبدا من شهر لثلاث سنين. طب حبس مش سجن. قضية التهديد تتشال او تتحسب قد ايه بالتقاضى؟ هي لو جناية بتبقى 10 سنين، أما 10 لو سنين. جنحة بتبقى 5. 5 سنين. طب ايه اكتر الاخطاء اللي بيقع فيها المجني عليه؟ المجني عليه أكبر خطأ بيبقى فيه إن هو بيستسلم سريعا للمهدد، بيبعت له فلوس سريعا، بيحذف ما هو بيبقى الرسائل. خايف. ما هو ده غلطته، هو المفروض أكبر حاجة بيروح يلحق نفسه يعني. أما فكرة إن هو بيبعت فلوس مقدما، بيمسح الرسائل أو بيمسح المكالمات اللي صدرت بينه وبين المهدد، ده كل ده بيضيع حاجه تماما. طب ازاي اثبت ان انا تعرضت للتهديد؟ هو اول حاجه تروح لمكتبك الاستشاري القانوني اولا. ماشي. حتى لو مش متاح معاك سريعا، في كذا حاجه بنقدر نثبت فيها حاليا. مباحث الانترنت تقدر تثبت فيها الرسائل اذا كانت الكترونيه او اذا كانت حاجات على السوشيال ميديا عامه. بحث الانترنت تقدر عادي تجيبها لنا. وفي لو هي حاجات يعني في المطلق وجه لوجه، في عندنا المباحث نفسها، وحده المباحث الخاصه بكل مدينه، كل قريه بتقدر هي نفسها تثبت دلوقتي في تحريات المباحث. وبعد كده يعني كله بيبقى موجود، اذا كان معاك مكالمه، اذا كان معاك تسجيل، اذا كان معاك كل حاجه بيبقى متسجل على شريحه الالكترونيه. ايه النصيحة اللي حابب توجهها لمشاهدينا في اخر الحلقة؟ انصحه ان هو ما يستسلمش بسرعه، ياخد حقه. مفيش حاجه مستاهله ان هو ياخد منك فلوس هي مش بتاعته ومش حقه. حتى لو انت اخطات في شيء معين هددك عليه، انت سبب فيه، لكن انت تاخد حقك بالقانون. بعد كده ما تمسحش اي رسائل نهائي او اي حاجه صدرت بينك وبينه، وتفضل محتفظ بكل حاجه تخص الموضوع، بحيث ان لما يجي يفصل فيه قانونيا يبقى انت عندك دليل قوي يثبت ان هو هدد. تمام. في نهاية الحلقة حابب أشكر سيادة المستشار توفيق أشرف المحامي. شكرا. نورتنا يا فندم. حابب أقول لمشاهدينا النهاردة كنا بنتكلم عن جريمة التهديد. إحنا مش في غابة، إحنا في دولة قانون. لو تعرضت لأي مشكلة الجأ المتخصص. كل الشكر والتحية والتقدير لرعاة البرنامج اللي هم السبب إن إحنا
بقينا هنا وبنقدم برنامج قانوني قوي. كل التحية والتقدير لجريدة قلب الحدث، شركة النورس كلين سيرفيس، وشركة النورس للأمن والحراسة. تحية والتقدير ليهم. وبكده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا والأفوكاتو مع الإعلامي الدكتور حسام حسن. سلام.